ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ماريا ورجعت لكم النهارده بفيديو مختلف شويه. مختلف ليه بقى؟ لاني قررت اعمل حاجه انا عمري ما عملتها قبل كده. انا النهارده قررت ان انا اجرب معاكم وصفه من قنوات مشهوره. وصفه النهارده من قناه عمر في المطبخ. طبعا احنا عارفين عمر ما شاء الله عليه، يعني وصفاته دايما ترند وناس كتير قوي بتجربها وبتمدح فيها. فانا قلت بقى انا كمان لازم اجرب عشان كنت محتاجاها جدا الوصفه دي، واشوف بقى هل هي فعلا سهله وتستاهل الضجه، وهل فعلا هتنجح معايا انا. بس طبعا بما اني بحترم تعب اي حد، وحقيقي شايفه ان اي وصفه بيعملها شخص محتاجين نقول ان هو صاحبها، فاسمحوا لي من اول دقيقه ان انا اقول لكم ان الوصفه دي من عند عمر في المطبخ، واني هقلدها النهارده بطريقتي وطبعا بروحي اللي انتوا عارفينها. من كتر ما الفيديو بتاعه شدني والطريقه كانت باينه انها سهله جدا وبسيطه، والطريقه دي انا فعلا بحبها، فتحمست ان انا اجربها بنفس الترتيب ونفس الخطوات بتاعته. وهقول لكم هل في خطوات كانت معقده او ما كانتش تستاهل ولا لا، ولو احتجت تعديل في البيت عندي هقول لكم، لان طبعا ان الاطفال الصغيره والبيوت مش كلها بتاكل باذواق بعض. فلو انت وبتجري طول اليوم، او واحده بتحب الاكل البيتي البسيط السريع، فالفيديو ده ليكي. تعالوا بقى نشوف هل ماريا قدرت تعمل الوصفه بتاعت عمر في المطبخ بنفس الشكل والطعم ولا لا. يلا بينا نبدا على طول. اول حاجه انا قطعت زي ما هو عمل كميه جزر وبصل تساوي كميه اللحمه اللي انا عملتها. انا عملت نص كيلو لحمه زيه، وجبت ما يعادل ربع كيلو من كل حاجه، بصل وجزر، وحطيتهم. غلطتي بقى اللي انا عملتها هنا ان انا جبت بصل احمر مش ابيض، انا ما بحبش طعمه، بس ده الوحيد اللي كان عندي وانا كنت مستعجله جدا على الوصف فعملتها. تاني غلطه عملتها ان هو كان مقطع البصل، حتى الابيض برضو بيبقى طعمه احلى لما قطعته كبير، تحس ان هو شكله ظاهر في الاكل. هو بصراحه دايب وحلو، هتشوفوه في الاخر دايب جدا، بس البصل الابيض افضل بكتير. فيعني لو التزمنا بنفس الوصفه اللي هو عملها هتطلع اجمد الف مره. بس دي خطيره 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 ومش محتاجه تعب، وكله في حله واحده. انا قلبت البصل مع الجزر في الاول، وبعد ما خدوا تشويحه وكانوا خلاص يعني اللي هو بقى لهم دقيقتين، شلتهم على جنب زي ما هو عمل في نفس الطاسه، وحطيت شويه زيت وحطيت فيهم اللحمه المفرومه، وفضلت اقلب فيها لغايه ما اللون بتاعها الاصلي اختفى، اللي هو اللون الاحمر اللي بيبقى فيها ده. وبعد كده قلبتهم كلهم مع بعض حبه صغيرين بس يندمجوا مع بعض. وحطيت صلصه انا كنت عاملاها في الفريزر، هي عباره عن عصير طماطم ومحطوط له صلصه جاهزه، كنت عاملاها كلها كده مع بعض. هي بتسهل عليا وقت ما اكون بطبخ بايد واحده لاني بكون شايله ابني. فحطيتهم وقلبتهم كلهم مع بعض بتاع 4 5 دقايق، وبعد كده حطيت ملح وفلفل اسود وتوابل لحمه ونص معلقه سكر، ما حطيتش اي حاجه تانية، وحطيت شويه ميه صغيرين وقلبتهم وسبتهم على نار هاديه زي ما هو قال. هو كان قايل ان هي تتساب كتير، يعني ساعتين او 3 او 4، فانا كنت حاسه ان هي لا مش مستاهله كل ده، فسبتها ساعه. جيت بعد الساعه ودقتها، وبعد كده انا كان عندي وقت تاني فقلت اسيبها زي ما هو قال 4 ساعات واشوف هل هيحصل فرق ولا لا. سبت مغرفه على جنب اللي هي كان مدتها ساعه، وكملت الباقي، خد معايا تقريبا 3 ساعات. لما بيقعد اكتر فعلا في الصوص وياخدوا ويدوا كده مع بعض، كان طعمهم احلى بكتير من اللي كان في الاول. تحسوا ان هم شاربين فعلا من بعض وخدوا من طعم بعض، والجزر سكر الطعم جدا. فلا هي فعلا لو اتحطت وقت كبير جدا هتبقى احلى، والصوص تحس ان هو كتر اكتر، يعني تقل والكميه كترت معرفش ازاي. فالوصفه فعلا جامده وتستحق قوي. انا عملتها على كذا كيس علشان كان جوزي هيسافر بيها، تبقى اكل كده سهله، لو يحطها فوق مكرونه فوق حاجه تبقى سريعه جدا. الوصفه تستاهل، و10 من 10 ونجمتين كمان. ودي كانت تجربتي مع وصفه عمر في المطبخ. ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني، وكمان قولوا لي في التعليقات تحبوا اجرب وصفات مين المره الجايه. في قنوات كتير قوي بنشوفها، بس عايز اعرف انتوا بتحبوا مين اكتر. واستنوني الفيديو الجاي في وصفه جديده او موقف جديد مع مطبخ ماريا. بحبكم جدا، باي باي.